مساء الخير، شلونكم؟ يا رب كلكم تكونون بخير. طبعا لا تركزون شعري مبلل لانه راح اروح اسوي بالصالون، عندي طلعة مستعجلة اليوم، عندي شغل. البارحة يعني تقدرون تعتبروه انه كان يوم استراحة بالنسبة لي نفسيا وجسديا. قبلها بيوم احنا كنا قاعدين نصور، بلشنا تصوير بالسبعة الصبح وخلصنا الساعة 12:30. أنا بالعادة متعودة على هذا الزخم من الوقت بالتصوير وكذا، تصدف أيام يكون أكو ساعات طويلة، بس إحنا كنا قاعدين نصور بمستشفى وكان أكو يعني ما أدري شفت كم منظر، يعني ما أعرف، ممكن إنه أقول تأثرت نفسيا، ما أدري إذا أكو أحد مثلي طاقة المكان والشغلات اللي تصير تأثر عليه. يعني ما أقدر بهاي اللحظة ما أقدر أفصل، أشوف قدامي حالات ما أتأذى من داخلي كلش أركز. فالكنت دا أقوله يعني أكو أحيانا تصدف طاقة مكان تأثر على النفسية بحيث الشخص يحس نفسه يعني هلك من داخله. فاني الحمد لله يعني البارحة صادفت مكان عندي تصوير لأني كنت كلش تعبانة نفسيا. يعني أنا ما أدري، يمكن أنا عندي مشكلة ويا المستشفيات، ما أحبهن بعد ما أعرف. المهم خلينا نحكي بشي إيجابي. اليوم قعدت إيجابية، سويت ريوق وقهوة وحركات وهالسوالف، وهسه راح أطلع عندي كم شغلة ماتي راح أصور لكم إيش راح أسوي اليوم. بما إنه أنا عندي طلعة مستعجلة، وبما إنه أنا وعدكم راح أدعم مجموعة منتجات وصلتني. من ضمن هاي المنتجات اللي وصلت هي منتج إيف، وصلني قبل 1.5 شهر، كنت قاعدة دا أجربه. طبعا هو مو منتج واحد، عندي أكثر من منتج، بس اليوم راح أحكي لكم عن هذا المنتج اللي أنا من أكون مستعجلة أستخدمه. أوكي نقطع الستوري. اللي كنت دا أقول لكم إنه منتج إيف هذا التنت اللي وصلني، هو طبعا عندهم أكثر من منتج وأنا صراحة دا أستخدمهن ودا أريد أقول لكم عليهم، بس ما أريد هيجي كل مرة أطلع أقول كل الشغلات مرة واحدة. أريد دائما هيجي أقسم لكم الأشياء حتى توصلكم الفكرة. مثلا أكو عالم يحبون هذا المنتج أكثر من هذا، فخلي كل منتج يعني ياخذ حقه من دا أحكي عليه. كلش أني أدعم هذا المنتج. اختراع التنت هو اختراع يعني صراحة فظيع، سريع للناس المستعجلة، ثباتية عالية، وبنفس الوقت ما يسوي أي تحسس بالبشرة. نقدر نستخدمه بالأصابع أو بالفرشة، يعني على حسب انتو. استخدام التنت بالنسبة لي للخدود، للخشم أخلي أحيانا، وهنا وعلى الشفايف، وما تبقى بالأصابع أسويهم هيك وكأنه أنا مسوي ميك اب ومكملة وهاي. فهذا أسرع. شوفوا، أول شي أنا خليت واقي شمس على بشرتي، لازم الطوق لين ما أحب الشعر يجي على الوجه. طبعا ايدكم لازم تكون نظيفة دائما، من تخلون ايدكم على بشرتكم لازم تكون نظيفة. أنا دائما مخلية على طاولة الميك اب قولوا وياي كلينكس مرطب حتى دائما امسح ايدي، وكلينكس عادي بنفس الوقت. هسه خلي ارويكم، عندنا 3 درجات، خلي اقرا لكم اياهن. اكو برلين اللي هو البينك، واكو عندنا فيينا اللي هو الاحمر، واخر شي روما اللي هو يجي البرتقالي او النحاسي. يعني احيانا اكو ميك اب تسوي نحاسي تخلون هذا، طبعا هذا يطلع كلش حلو. فحخليهم على ايدي حتى تشوفون. هذا فيينا، وهذا روما مثل ما تشوفوا. طبعا هو ما يبين لانه بعيد ايدي. وعندنا اخر شي برلين. تشوفون الالوان. اني راح استخدم برلين لانه طالعه مستعجله ما عندي ميك اب. او ليش، خليني اخلي لكم مثلا اللي قلت لكم عليه روما اللي يجي نحاسي من هاي الجهه، واخلي لكم برلين من هاي الجهه حتى تشوفون فرق الالوان. تشوفون اللونين. طبعا الاضاءه مو هالقد حتى يطلع اللون بشكل صحيح. شوفوا هنا أنا استخدمت
روما اللي يجي شوي ونهيج برتقالي على نحاسي، وهنا استخدمت برلين اللي يجي اللون هذا البينك الطبيعي. دا تشوفون الفرق شلون صاير؟ هذا شويونه يجي يعني أكثر اللون رايح على برتقالي أكثر، وهذا يجي عليك ورديات عبالك يعني ما مسوية ميك اب دا أطلع بيه. هسه مثلا أنا شو أسوي؟ خلينا ناخذ فيينا ونخلي نقطتين على الشفايف حتى ما نحتاج نخلي حمرة. تشوفون أنا أكثر شيء أحبه بالتنت إنه يبين الوجه طبيعي، يعني الشفايف ما يبين واحد مخلي لها حمرة، ما نحتاج تحديد ومعاناة التحديد وغيرها. هذا مثل ما تشوفون. هسه لازم أخليه على خشمي، ما أقدر وهنا ما أقدر. منتج إيف، التنتات الموجودة بألوانهم كلش حلوات، ومتحمسة أحكي لكم هوماتين في يوم عن باقي المنتجات اللي موجودة عندهم، لأنه جديات منتجات أنا بالنسبة إلي عن تجربتي الشخصية حبيتهم. فالتنت طلع كلش حلو على البشرة، فعاشت إيدكم على هذا الاختراع وكل الدعم لكم.